السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبت منشورا أقول فيه: يا أهل سوريا خاصة والشام عامة، احفظوا عني كلماتي وصوروا الشاشة واذكروني إن كنت حيا أو ميتا، قسما بالله الذي لا إله غيره أن ما تمرون به هو تمهيد الطريق لكم لتكونوا قادة المسلمين وسادتهم ومقدمتهم، فمن المحن تأتي المنح. ما يحدث لكم من بلاء هو تمحيص من الله لكم ليخرج أطيب ما فيكم، وخذلان العالم لكم هو فقط خوف من قوتكم ووجودكم، فأنتم مارد الأمة العملاق وقلبها النابض، وبكم يكون الإسلام وتكون قوته. أيامكم يا أهل سوريا هي الأيام القادمة، فليس بعد مصابكم مصاب، وليس بعد بلائكم بلاء، وليس بعد الضعف إلا قوة، وليس بعد الهزيمة إلا نصر وعزة. ودليلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن ملاحم آخر الزمان تكون في أرضكم، وأنكم جند الإسلام خصوصا وأهل الشام عموما، ومن أرضكم تعود قوة الإسلام لتصل يده إلى روما. فاحفظوا عني قولي: أنتم سادة الزمان القادم، وأنتم عز المسلمين وفجرهم القريب، فالذهب لا يظهر لمعانه إلا بالنار، وأنتم لن تتولوا قيادة المسلمين إلا بشدة التمحيص وقوة الاختبار. كثير من الناس ظنوا إني كتبت الكلام ده من باب العاطفة، وإني متعاطف مع أهل سوريا وزعلان، وبالتالي كتبت هذا الكلام حتى أتعاطف معهم وأرضيهم، وهذا خطأ. نعم، أنا متعاطف وأبكي ولا أستطيع أن أنام، حزنا وألما على مصابهم وحملا لهمهم، ولا أملك إلا الدعاء لهم. لكن هذا الكلام الذي كتبته ليس تعاطفا، بل هو تقرير لواقع سيحدث إن شاء الله، قريبا كان أو بعيدا. هذا أمر الله ووعده، وهذا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ثبت عنه في أخباره